السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وعافية بإذن الله. النهاردة كده قبل ما نبدأ نصلي على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، ويا ريت تدوسوا لي لايك وشير وتفعلوا الجرس. النهاردة كده إن شاء الله هنعمل الزبدة الصفراء، هنعملها في البيت وبأقل التكاليف، وهتديكي ضعف الكمية. ويلا كده بينا نشوف المكونات على طول. دي كوباية زبدة فيرم. انا يعني دفيتها على النار شوية. كمان دي نفس الكوباية بس زيت، ودي نفس الكوباية لبن. تعالوا بينا كده نبدأ ونشوف الدنيا فيها ايه. انا كده هضيف كوباية اللبن، وهنضيف كمان كوباية الزبدة. كده احنا ضفنا الزبدة واللبن، هنبدأ نضرب كده. انا ضربت هنا الزيت والزبدة. بصوا يا جماعة لو لاحظتوا حلو قوي. كده احنا هنضيف هنا معلقة ليمون، عصير ليمون، وهنضيف كمان ذرة ملح. كده انا هضيف ذرة ملح كمان وهنضرب. كده احنا بنضرب، بس الصراحة صوت الخلاط صعب جدا، عشان كده هفصله شوية. كده انا ضربتها كويس قوي، وكده هضيف الزيت حبة حبة، هنشوف مع بعضينا كده. وحطيناه في التلاجة شوية. تعالوا دلوقتي نشوف النتيجة. كده حبايبي النتيجة، معلش عشان الطبق هو بمعنى أصح ما كانش طبق، هي كانت علبة وانا حطيت فيها. تعالوا بقى نفتح بقى بالطريقة دي ونشوف. اقسم بالله اقسم بالله تاني ريحة الزبدة بالظبط. وبصوا لو خدتوا بالكم، وهسيح لكم كمان منها وهتشوفوها. اقسم بالله ريحة الزبدة بالظبط، ولا فيها اي تكتلات ولا اي حاجة. بصوا معايا كده، والله العظيم هي الزبدة نفسها اللي احنا بنشتريها من بره، ودول تقريبا من ربع كيلو زبدة، عاملين تقريبا دلوقتي كيلو الا 200 جرام حاجة زي كده. سمنة زبدة برضو، اقسم بالله هي يا جماعة الزبدة اللي احنا بنشتريها من بره، وطعمها وريحتها وكل حاجة زي ما هي. فليه حاجة نشتريها بالغالي طالما احنا نقدر نعملها في البيت؟ تعالوا بقى انا هسيح لكم حتة كده منها ونشوف الدنيا فيها ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا خليكم معايا كده، والله العظيم سمنة بلدي بالظبط، وهي نفس الزبدة اللي في الشارع، ولا في اي فرق في اي حاجة. فليه نشتريها بالغالي طالما احنا نقدر نعملها في البيت؟ انا كده سيحت لكم حته منها قدامكم اهو، وهتشوفوا النتيجه. والله هي الزبده اللي بره، تعملي بيها حلويات وتطبخي بيها وتعملي بيها كل حاجه. انا عايزاكم كده يا جماعه تشوفوا اهي كده على النار. دي زبده ولا مش زبده؟ انا عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. كده يا رب تنال اعجابكم يا رب، واتمنى منكم تجربوها وتقولوا لي رايكم. وعلى فكرة كده النهاردة هنزل برضو وصفة لتبييض الجسم وتبييض المناطق كلها اللي في الجسم، ووصفة جميلة جدا، وكمان هجربها على ايديا. وشكرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.